غالبا دي اول نصيحة اي حد يديها لك وانت داخل تشتغل، سواء الحد ده راجل او ست. هيتقالك قد ايه الستات مقرفين في الشغل، عندهم مشاكل نفسية، بيطلعوا عقدهم على الموظفين، بيعملوا مشاكل كتير، بيفضلوا شغلهم مع البنات على الرجالة، او بيفضلوا شغلهم مع الرجالة على البنات. بس عارف ايه هي مشكلة المديرة الست اللي بتفشل؟ مش انها ست، المشكلة انها بتحاول تثبت انها مش اقل من الرجالة، فبدل ما بتشتغل بثقة بتشتغل بتعقيد، بدل ما تدير فريقها بتحاول تتحكم فيه. وعلى فكرة المديرة دي ممكن تكون شاطرة جدا، بس مركزة اكتر انها تفرض نفسها مش تخدم الشغل. بتبقى في ميتنج صغير ممكن تزعق علشان تبان انها قوية، تطلب تقرير ملوش لازمة علشان تثبت انها متابعة، تحب تراجع كل حاجة بنفسها حتى لو مش محتاجة مراجعة، تعاند علشان اللي يقول لها لا يبقى بيقلل منها. بس القيادة مش مبنية على أساس الجنس، ست ولا راجل، ولا الصوت العالي. القيادة وعي واحتواء وثقة وبعد نظر. وفي مديرات ستات بيمشوا فرق كاملة ويطلعوا شغل يشرف وهم هادين وفاهمين، لأنهم بيديروا بثقة وتمكن من قدراتهم، ومش بيتعاملوا مع الدنيا على إنها معركة أكون أو لا أكون. فمشكلتك مش في الست المديرة، مشكلتك في أي حد بيقعد على كرسي الإدارة وهو مش فاهم سواء راجل أو ست.